ممكن نغير لون الحيطة. أستاذ المقال ده خطير. لازم جوان وش السلندر. ايه ده؟ انت مين؟ جديد في الكار. جديد في الكار، انتصار غريب. الكاتب الصحفي والشاعر الأستاذ وائل السمري، لو طلبنا منك تغير مهنتك أو كارك لمدة 5 دقايق، إيه الكار الجديد اللي تختاره؟ يعني ممكن يبقى ملحن مثلا أو موسيقار. الملحن الجديد في الكار وائل السمري، إيه اللحن اللي كنت تتمنى إن أنت تعمله؟ والله هو اللحن اللي أنا كنت أتمنى إن أنا أعمله وعملته الحمد لله. الأبوة. يعني ده أجمل لحن في حياتي. بتعتبر ابنك أجمل لحن في حياتك؟ بعتبره أجمل لحن في حياتي، وبعتبره يعني المحصلة النهائية للسعادة. الملحن وائل السمري، إيه اللحن اللي ما قدرتش تكمله للنهاية؟ والله هو كتير الألحان اللي أنا ما قدرتش أكملها للنهاية، ودايما بعشم نفسي إن أنا هقدر أكملها في القريب يعني. ومن أهم الحاجات دي إن أنا أخلص لكتابة الشعر أكتر من كده، لأني للأسف الصحافة خدتني كتير جدا عن عشق الأول اللي هو الشعر. الملحن وائل السمري، في أصوات كتير ظهرت على الساحة، يعني البعض بيعتبرها مش مطربين أصلا. تمام. لو واحد جه من هذه الأصوات وقال لك هدفع لك ملايين في لحن، بس تديني اللحن دوت، تديهوله مقابل المال ولا بتفضل القيمة؟ طبعا هقول لك هفضل القيمة. بس في نيتك ايه؟ لا انا عايز اقول لك انا مش ما بحبش اصدر يعني احكام مطلقه فاضي. انا لو حاسس ان في حاجه انا ممكن اعملها له، حتى لو ترتقي بيه، ممكن اعملها له على حسب احساسي بيه، وعلى حسب يعني الشيء اللي احنا ممكن نعمله سوا. الملحن وائل السمري، بتعمل الالحان على مزاجك انت ولا اللي يعجب الجمهور؟ لا على مزاجي انا، واذا عجب الجمهور عجبها، ما عجبش الجمهور يعني كل واحد ليه ذوق. الملحن وائل السمري، الالحان النشاز كتير قوي في حياتنا. طبعا. عمرك عملت لحن وطلع نشاز؟ اكيد يعني في كتير الحان اتعملت نشاز، بس انا بعتبر الحان النشاز دي مهمه وضروريه، لان هي بتعرفنا ان ده نشاز، وان احنا لازم نرجع للنغمه الصحيحه. الملحن وائل السمري، تتمنى تغني ألحانك ولا دايما الآخرين هم اللي بيظهروها؟ لا أتمنى أغنيها لنفسي. الملحن وائل السمري، دندنت مرة كده يعني بينك وبين نفسك لحن لغيرك وقلت الله يا ده ملحن فعلا حقيقي؟ لا كتير كل الألحان اللي أنا بدندنها لناس غيري أنا بحبها جدا جدا. الملحن وائل السمري، مين من الأصوات اللي كنت تتمنى فعلا يغني ألحانك؟ أم كلثوم طبعا. الملحن وائل السمري، مين المطرب اللي ما ترضاش أبدا تديله لحن حتى لو اداك مال قارون؟ كتير قوي. لا كتير حقيقة كتير. يعني بيغنوا ايه، المهرجانات اللي طالعه دي ولا اللي بيغني؟ والله خليني ادهشك يعني وافاجئك، انا مش ضد المهرجانات دي خالص. يعني خالص، لان شايف ان كل بيئه بتفرز فنها، فانا ما ينفعش ان انا احاكم البيئه دي والفن ده بمعاييري انا الشخصيه. لازم احاكم البيئه نفسها، او احاكم الوسط الاجتماعي اللي ظهر فيه، الثقافه اللي طلعت ده. بالظبط. الملحن وائل السمري، في كتير من جيل الشباب بيسمع غربي، يسمع هندي ويبعد عن الشرقي. انت ايه رأيك؟ مهم ان هو يسمع كل ده، لازم يكون فاهم يعني حدود هويته، ويكون فاهم ازاي هيقدر يعني يثقف نفسه او يزيد من ثقافته بالموارد التانية، ويكون فاهم ان ده بس من اجل الاطلاع والمعرفة، ما يبعدش عن ثقافته، والمعرفة مش من اجل ان هو يطمس روحه ويطمس هويته وفنه. الملحن وائل السمري،
هنرجعك لمهنتك أو للكار الأساسي اللي كنت بتشتغل فيه، وهو مهنة الصحافة والشعر. زعلان؟ لا، مبسوط جدا، في حقيقة مبسوط جدا. جديد في الكار، انتصار غريب.